لو بتطلب زيادة في المرتب عشان انت محتاج فلوس فانت بتتفاوض غلط، مش عشان احتياجك مش مهم. انا فاهم طبعا ان الدنيا غليت وعندك التزامات وفي ضغوطات، بس في الشغل الشركة مش بتدفع عشان احتياجك، الشركة بتدفع على قيمتك او القيمة اللي انت بتضيفها للشركة. لو عاوز زيادة في المرتب ما تدخلش تقول للمدير بتاعك والله انا ظروفي صعبة، الدنيا غليت، انا محتاج فلوس زيادة. ادخل للمدير بتاعك بدليل قوي في ايدك، والله انا زودت الارقام دي، انا قللت المشكلة دي، انا شلت المسؤولية دي، انا خدت تاسكات زيادة عن المفروض اعملها. من الاخر الزيادة مش شفقة، الزيادة انت بتتفاوض على الادد فاليو او القيمة اللي انت بتضيفها جوه الشركة. قبل ما تطلب الزيادة في المرتب اسأل نفسك سؤال: ايه اللي بقيت اقدمه زيادة عن زمان؟ وقول لي رأيك، الزيادة لازم تتبني على احتياجك ولا على قيمتك اللي انت بتضيفها في الشركة؟ ولو انت موظف وعاوز تترقى او مدير وعاوز تفهم يعني ايه leadership ويعني ايه management، تابعني. لايك وفولو.